حلقة النهاردة عن كنز كبير موجود في بيتك. ماما وبابا متفوتش الحلقة وخلي اليوم الثالث يكون بداية جديدة. أهلا بيكي، عمزجات حلوة كتير. تعالي ناخد واحدة سوا. طعمه حلو قوي. استنى لحظة، ايه أسرع طريق للجنة في رمضان؟ الإجابة هتفاجئك. آدم، ممكن تجيب لي طبق من فوق يا حبيبي؟ بعد شوية يا ماما، أنا في ليفل مهم. حطي السكر يا حبيبتي بالراحة كده. أيوة يا ماما. أنا جعان. استنى شوية يا ولد، هتخلص قريب. بسرعة. خلاص يا ماما. خلاص يا ليلى، أنا هاخد الطبق. أسفة يا ماما. مفيش مشكلة يا حبيبتي. أنا ممكن أساعد؟ آدم، ممكن تاخد الطبق اللي مع أختك يا حبيبي؟ بعد شوية يا ماما، أنا في ليفل مهم. أسفة يا ماما. أنا هحاول أشيله لوحدي. ما تقلقيش يا حبيبتي. شوفي يا حبيبتي، كده الخضار بيتقطع ناعم. أنا كمان عايزة أقطع. طيب خلاص، هاتي المعلقة وقلبي كويس. عارف يا آدم إن بر الوالدين من أحب الأعمال عند ربنا؟ يعني بس أسمع الكلام؟ مش بس كده، تساعد، تبتسم، تقول حاضر من قلبك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيساعد في البيت. هو مين يا جدي؟ النبي محمد يا حبيبتي. نعم عليه الصلاة والسلام. أحلى حاجة إنك تعمل الخير من غير مطلب. شكرا يا ماما. بارك الله فيك يا بني. ماما أنا هساعدك. حضن. شكرا يا حبيبي. حبيبي يا ولدي. أنا بحبك يا ماما. وأنا بحبك أكتر يا حياتي. أنتي أحلى ماما في الدنيا. حلو قوي اللي بتعمليه يا حبيبتي. هعمل أحسن أكلة للعيلة كلها. طيب يا ماما، هخلص بسرعة. شاطر. ماما بصي السلطة ده جميلة ازاي. حبيبي يا تيتا، هتعمل جنبها ايه؟ يا خال يلا بينا ناكل. الأكلة دي تحفة، أنا جعانة قوي. هاتي زواخ المشوية أول حاجة. الأكلة دي تحفة يا ستي. الحمد لله، ربنا يخليك. ممكن آكل حتة تانية؟ وانا كمان. اللي يرضي ماما وبابا ربنا يرضى عنه. هتعملوا ايه النهاردة عشان تفرحوا مامتكم؟ كنت فاكر إن بر الوالدين حاجة كبيرة وصعبة، طلع إنه كلمة حلوة بتفرح قلبهم. تفضل يا جدي. شكرا يا بني، هذا يسعدني كثيرا. ومساعدة صغيرة بتفرح قلبهم. ومساعدة صغيرة بتفرح قلبهم. آدم، ممكن تجيب لي طبق من فوق يا حبيبي؟ بعد شوية يا ماما، أنا في ليفل مهم. إيه يا آدم إحنا قلنا إيه؟ إيه يا آدم إحنا قلنا؟ طيب يا جدي. أنا فاكر. يعني التزم بكلامك يا حبيبي. طيب حاضر. برافو. ماما أنا هساعدك. حضن. شكرا يا حبيبي. لو بتحب ماما وبابا اكتب في التعليقات، هكون بار بيهم يا رب. خلي رمضان السنة دي مختلف. ابدأ من بيتك. حضن الماما. حاضر. وكلمة حاضر لبابا. حاضر. هناك البداية. حبيبي، أنا بحبك قوي. وأنا كمان يا ماما بحبك أكتر. طيب خلاص، حضني أحلى حاجة.